في كل عام يحيي شعبنا السرياني الآشوري ذكرى مذبحة سيميل. هذه المذبحة التي ارتكبتها قوات بكر صدقي وبأمر من حكومة رشيد علي الكيلاني وعلى مرأى من الحكومة البريطانية، حيث اجتاحت قوات بكر صدقي بلدة سيميل والقرى المجاورة لها، واستخدمت معظم صنوف الأسلحة، وكان نتيجتها مقتل 5000 نسمة من أبناء شعبنا ذهبوا الشهداء، ليس لسبب إلا لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم القومية. إننا نحيي ذكرى مذبحة سيميل وفاء لشهداء شعبنا وإكراما لقيام الشهادة. إن طمس الحقائق يؤدي إلى تكرار الجريمة، لذا فإننا نطالب بأن يحاسب ويعاقب المجرم، وكذلك نطالب بترسيخ ثقافة التسامح والاعتذار لكي لا تتكرر الجريمة. إننا في المنظمة الآثورية الديمقراطية نعاهد دماء شهدائنا بأن نظل أوفياء لرسالتهم، وأن نعمل من أجل تحقيق حقوق شعبنا السرياني الآشوري والحفاظ على هويته القومية.